ده بقى اديك رومي كده بيطلع من التنظيف عندنا. الرومي هنا عند ايمن الجزار بيعمل لهم جاكوزي اول ما بيطلعوا من الذبيح، بمعنى لازم يتنقعوا في الميه زي ما انتم شايفين. الديك الرومي ليه قصه وحكايه، مش اي حد بيعرف يشتغل في الرومي، فعشان كده جينا لواحد متخصص زي ايمن الجزار. ده بقى مرحله الديك الرومي بعد ما بيتنضف عندنا، تمام. بينزل هنا بقى ميه تكرير، غير الميه تفضل شغال عليها تكرير ميه عشان خاطر الميه تنضف، الشغل ينضف، ما يبقاش فيه زفاره، ما يبقاش فيه دم، ما يبقاش فيه اي حاجه خالص. يطلع الزبون يتعلق وتقطع وتظبط الشغل، يبقى الزبون يروح له حاجه ممتازه وحاجه طعم وحاجه نمره واحد في معاه. لسه الستيم بقى ده اساس الشغل. مفيش حاجه اسمها تحط في بلاستيك. بلاستيك ده من ضمن الصحه ولا خشب. ممنوع بلاستيك منعا باتا. ستانلس هو ده اساس الشغل عشان خاطر النظافه والصحه وجوده النظافه تطلع 100 100. تمام. وبيتعقم وبيتغسل يوميا كل يوم رش الشغل اهو. عندنا واحد اهو مثلا، ده لسه ما اشتغلتش فيه. نظافه اهو. بص يا باشا، الشغل عندنا الحمد لله نظافه نمره واحد عشان الجوده توصل للزبون زي ما هو عايز. تعال اوريك النظافه كده من جوه عامل ازاي. تعالى كده بص. بص الديك، بص النظافه، بص الشغل، بص الله اكبر عامل ايه. تمام. بص بقى دي وراك، تمام. في دبوس الورك، دي رقبه، دي العكاوي، تمام. دي الجناح، وده الدبوس الايه، الكتف، الصدور المخليه. بص حاجه نظافه، كل حاجه بتبقى بسعرها. ده بقى طبق العكاوي عندنا. بص جمال. بص بسكوت ريش الضاني. ها ده الفليتو بتاع ها. دي الموزه بتاعت العرق، دي بتبقى قطر حته، دي قطر حته في الروم كلها. اعمل بانيه دي يا عم ايمن، يعني لو واحد طلب فيليتو بس عادي يا باشا اللي هو عايزه. بص قطع بانيه ما شاء الله، هي دايبه اصلا. الله اكبر عليه. عايز ورك، عايز كتف، عايز دبوس، عايز ورك على بعض، رومي على بعضه، على الصاحي مذبوح. كل حاجه لها سعر وكل حاجه لها شغلها، واهم حاجه من كل ده صلى على النبي، النظافه اهم حاجه. ده باختصار القصه عند ايمن الجزار، والاسعار جامده جدا.